السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، اليوم نضر لكم على أخبار فريق الرجاء الرياضي. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسوش ديرونا واحد اللايك وتشتركونا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. أكد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي أن أزمة المنع من الانتدابات في طريقها إلى الحل، وأنه سيتم تعزيز الفريق بمجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بتنسيق مع الطاقم التقني لنادي الرجاء. وقال البدراوي في تصريح إن المكتب المسير للرجاء الرياضي مضى في إيجاد الحل النهائي لأزمة المنع من الانتدابات مرضوفا ستنتهي من المواضع منتصف الشهر الجاري لندخل سوق الانتدابات مباشرة من أجل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين يغضون الخصوص. وأكد أن إدارة النادي في توصيل مستمر منذ فترة مع الطاقم التقني بقيادة المدرب التونسي منذر الكبير من أجل تحديد المركز التي يوجد تعزيزها، وضعا قائما بأسماء اللاعبين المرغوبون بالتعاقد معهم من أجل بدء المفاوضات مباشرة بعد رفع عقوبة المنع. ويطلع الطاقم التقني للرجاء إلى التعاقد مع مجموعة من الأسماء للتدارك بعد صفقة الميركاتو الصيفي الماضي التي تم تقديم المنتظر منه، خصوصا على مستوى الخط الأمامي. وهنا ينتهي الفيديو، وكلنا مع الرجاء، ديما الرجاء.